اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده عامله كده غدا النهارده سهل وبسيط جدا ان شاء الله. عامله كوسه وعامله رز بشعريه، طريقتها سهله جدا وبسيطه. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه. انا طبعا جبت كده حله على النار، حطيت كده فيها معلقه كبيره من السمنه، وانزل بالبصلايه اشوح كده البصلايه. وطبعا لازم اسيب البصلايه تدبل كويس جدا، مش لا يبقى لونها ذهبي علشان تديني طعم حلو وريحه حلوه. طبعا طريقه عمل الكوسه سهله جدا وبسيطه جدا. طبعا انا بحب كده اي طبخ انا بعمله، بحب كده احمر له كده البصلايه واسيب كده الطماطم تتسبك عشان يديني طعم حلو وطريقه حلوه جدا. والله الطريقه دي جميله جدا، يعني قلت ان شاء الله اعمل لكم غدا سهل وبسيط كده. حطيت كده بصلايه على النار، حطيت كده سبتها، حطيت كده معلقه سمنه، حطيت البصلايه، سبت البصلايه تاخد لون ذهبي، وانزل بالطماطم. طبعا انا مش بحب احط كده بهارات للاكل بتاعي، فانا بستكفي بالملح والفلفل الاسود فقط لا غير. انا كده بحب كده احط شويه ملح وشويه فلفل اسود. بصراحه انا مش بحب التوابل الكتير، واسيبهم طبعا يتسبكوا كده براحتهم. الطماطم زي ما انتم شايفين كده هسيبها طبعا تتسبك كويس جدا علشان تديني طعم حلو. اهو زي ما انتم ما شايفين كده، هي طبعا كده خلاص يا دوبك كده فاضل لها بس حاجات بسيطه وهتكون اتسبكت. طبعا بعد ما بتتسبك كده بحط لها بحط لها كده شويه من الشوربه واسيبها تغلي غلوه كده، بتديني طعم حلو وريحه حلوه. الطريقه دي سهله جدا. طبعا انا جبت الكوسه قطعتها كويس، قطعتها التقطيع اللي انتي حباه، وبعدين شطفتها كويس جدا، وبعدين بحطها كده في في الدمعه بتاعتي، احطها كده واسيبها طبعا تستوي كده براحتها كده. اسيبها بقى انا بصراحه بحب كده ما بخليش النار عاليه على الاكل بتاعي، انا بحب كده اخلي النار هاديه. تعالوا بقى نعمل رز بشعريه. انا طبعا جبت سمن وحطيت كده الشعريه، واسيب الشعريه طبعا تتحمر كويس جدا ويبقى لونها ذهبي. اسيب بقى الشعريه كده تتحمر علشان يبقى لونها ذهبي كده معايا وتديني لون حلو للرز. طبعا هقلب بقى كده الشعريه، واسيب طبعا الشعريه تبقى لونها ذهبي كده وبتبقى معايا تحفه. ادي الشعريه اقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين، هي خلاص قربت تحمر. انا كده بقى احط في المرحله دي احط الرز، اسيبها طبعا تتحمر كويس جدا، يعني انا ما بسيبهاش تتحرق مني او تقسى عليها في اللون، لا علشان تديكي نتيجه حلوه. يعني ما تفضليش تحمري في الشعريه قوي. انا بصراحه كده بحب كده لونها ذهبي كده، بتديني شكل حلو جدا للرز وبتخلي الرز بتاعك بيبقى بجد طعمه احلى. اهو يا حبايب قلبي هقلب طبعا كويس جدا. انا بسيب كده الرز افضل كده اقلبه دقيقتين 3 كده علشان يطلع معاكي مفلفل وبجد يبقى تحفه. ازود بقى بالشوربه. طبعا الرز بتاعنا الرز المصري ما بيحبش الشوربه الكتير، بيبقى الشوربه بتاعته بتبقى قليله يا دوبك، بس بيغطي كده الرز من فوق، ما بيحبش الشوربه الكتير. طبعا احط له كده ملح، املحه بقى كده واسيبه طبعا بقى اسيبه كده يغلي، وبعد ما يشرب الميه بتاعته وبعدين بروح موطيه عليه يستوي براحته. تعالوا بقى نشوف الكوسه. ادي الكوسه سبتها كده تسبك كده، يعني سبتها كده تشرب الشوربه بتاعتها، وبعدين بحط لها بحط لها بقيه الشوربه. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. طبعا عندي لحمه بقى احط لها بقى احط كده اللحمه في قلبيها واسيبها طبعا تستوي مع يعني يا دوبك خلاص، يعني انا قربت اطفي دقيقتين بس، اسيبها تغلي كده غلوتين واطفي عليها. ادي الرز اهو بيتشرب. بعد ما تشرب زي ما انتم شايفين كده بديله تقليبه، وبعدين بقى بغط عليه واسيبه كده يستوي بقى براحته. وادي الكوسه. طبعا الكوسه معاكي كده استوت وبقت دايبه. ادي شكل الكوسه وادي شكل الرز. يا رب يكون النهارده
الغدا بتاعنا يعجبكم بجد، حاجة كده سهلة وبسيطة جدا. بصراحة هو ده الأكل الأصيل بتاعنا، الأكل المصري الجميل بتاعنا.